السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بفيديو جديد وزوين وغادي يعجبكم بزاف بزاف، خصوصا البنات اللي كيغلبهم الملوي او لا ما كيبغيش يصدق ليهم. هاد الطريقه سهله بزاف وتنفع حتى البنات اللي كيخدموا لي كوموند، حتى هي كتنفع، غادي تنفعهم ان شاء الله. حيت هاد الطريقه عمليه، صراحه عمليه وكتخرج لك، ما فيهاش خدمه بزاف، دغيا، وكتخرج لك كميه كتيره، يعني بطريقه واحده كتخرجي منها بزاف الملويه، يعني ماشي كتبقاي تلوي كل وحده على بوحدها. في المكونات البنات عندي دقيق القمح، انا درت دقيق القمح الكامل اللي غربلت وحيدت منه النخاله، ممكن تعوضوه بالفينو، والقياس كيبقى على حسابكم. انا كنت صايبت شويه لا كونتيتي زايده، انتم البنات على حسب عدد الافراد ديالكم. المهم بحال درتو زلافه ديال الفينو غديروا 2 زلايف ديال الفورس. انا هنايا درت 3 زلايف ديال دقيق القمح و6 زلايف ما عامرينش ديال الفورس، ودرت معاهم شويه الملحه وشويه السكر سنيده صافي. وغادي نجمع العجين ديالي. كنتو البنات ما زربانينش بالعجينه، يعني وجدوها على اتساع، عجنيها ما تدلكيها ما والو، عجنيها فقط ودهنيها بشويه الزيت وسدي عليها في بلاستيك وخليها غادي تدلك مزيان مزيان. انا البنات كنت زربانه بها شويه، يعني كنت غادي نخدمها في البلاصه، دلكتها واحد شويه ماشي بزاف، غير شويه. والعجينه ديال مسمنه البنات ضروري تخليوها شويه شاده، ماشي قاصحه بزاف وماشي رطبه، يعني تكون رطبه جاريه تعذبكم في الخدمه وما كتجيش زوينه في الخدمه. حيت عجينه المسمنه البنات ما فيهاش الخميره، هي كتزيد تدلك بوحدها، كتزيد تدلك كل ما بقات كل ما كتزيد تدلك. هنا البنات درتها شويه في البلاستيك، واحد 15 دقيقه بحال هكاك، وبديت بها الخدمه. شوفوا البنات كيفاش ولات، زادت الدلكات صافي. هنايا البنات خديت شويه الزيت وخديت العجينه ديالي قسمتها على 2، وغادي نشكل منها كويرات على هذا الشكل، يكونوا كبار ما يكونوش صغار، يكونوا كرات كبارات. هاد العجينه البنات ولا هاد القياس خرج ليا تقريبا واحد 26 مسمنه ملويه، ماشي صغيره وماشي كبيره، يعني في الحجم المتوسط. هادو هما الكرات البنات، شفتوا التقاده ديالهم كيفاش كتكون صافي. وهنايا خليتهم يرتاحوا واحد شويه غير على ما وجدت الخليط ديالي. هنايا عندي الفينو اولا السميده رقيقه، ومعها واحد المعلقه ديال النشا. هذه هي الخلطه ديال التوريق العجيبه، كتجي زوينه في التوريق، كتخلي الملوي يجي مورق من الداخل. وعندي كذلك الزبده اللي ذوبته وزدت عليها شويه الزيت. هنا البنات غادي ناخذ 3 الكرات، 3 الكرات ديال العجين، غادي نبسطهم على داك الشكل. الفيديو شارح نفسه، واخا ما نهضرش غادي تفهموا الطريقه. كنشكلهم كاملين هكا، كنسرحهم شويه غير شويه، كنسرحهم ماشي بزاف. طريقه عمليه وسهله، ما فيهاش الوقت بزاف وما تاخذش لكم الوقت، كتجي زوينه وسهله. بنادم بزاف ما كيبغيش يدير الملوي على قبل صعيب، يعني البنات كيبقاو خاص كتبقاي تلوي كل حاجه بوحدها، كيجينا شويه صعيب. هاد الطريقه راه جديده باقا مكيناش بزاف في اليوتيوب. البنات الطريقه باينه، ها هي تسرحوا الكره الاولى وكديروا عليها شويه الزبده وهذيك الخليط، وكترشوه بهذاك الخليط ديال السميد الرقيق
والنشا، وكتزيدوا عليها الثانيه وحتى هي كدهنوها بنفس الخليط، وكتزيدوا عليها الثالثه ما كدهنوها بوالو من الفوق صافي. تحطوهم في شي بلاصه يرتاحوا وتكملوا الكرات اللي عندكم كاملين. كديروا 3 الكرات في التقطاع من الاول. البنات حاولوا تقطعوا باش يجيوكم هكا 3 3 3، ماشي تشات لكم شي وحده بوحده، ولكن ماشي مشكل لا شات شي وحده بوحده ديروها مسيمنه صغيره. الطريقه واضحه وبينه، وحاولوا ديروهم يكونوا طبقه وحده، ماشي وحده فايته وحده، ولا يكونوا كاملين مشكلين مزيان باش ملي نرجعوا نسرحوهم ماشي يجيو مفاوتين، كيجيو طبقه وحده صافي. هنايا غادي نكمل الكرات كاملين اللي عندي، كملتهم حطيتهم يرتاحوا. والعجينه تبارك الله كتعطيني الطوع غاده معايا غير بوحدها معاوناني. كتجيبوها تسرحوها هكا وكتقادوهم مزيان باش كيبانوا على شكل واحد، بحال تكونوا كتسرحوا غير في كره. وملي تسرحوهم البنات غادي ديروهم على شكل مستطيل، غيجيكم مستطيل كبير شويه، وما يكونش غليظ وما يكونش رقيق باش يبقى يبان هذاك التوريق لداخل، ولكن في نفس الوقت ما يجيش معجن صافي. وغادي تدهنوا بالخليط ديال الزبده والزيت، وترشوا بالخليط ديال النشا والدقيق الفينو. ما كانتش النشا ماشي مشكل، غير هي كتجيب التوريق زوين صراحه، كتخلي الطبقات مورقين صافي. وهنايا غادي تجيبوا واحد القطاعه ديال البيتزا اولا قطاع اولا موس عادي، هي من الاحسن القطاعه ديال البيتزا، وتبداو تقطعوا على هذا الشكل هذا. انا البنات كيف قلت لكم انا درتهم متوسطين، كل كره كانت خرجت لي 5 المسمنات. شوفوا البنات الطريقه ديال اللويان ما كتزيروش، غير بحال في الاول كتبداو بحال كديروا في شي مستطيل صافي، وكتجمعوا المليويه على هذا الشكل كتحطوها ترتاح. خصوصا البنات هذيك البارتيه الاولى اللي كتهزوا شحال من وحده ملي كتقرص الملوي وكتخبزو كيجيها محلول من الجناب، والوسط كيجي بحال معجن، كتبقى طبقه وحده. هذيك السبب ديالها هو انه شوفوا البنات ها هي كترخفوها مزيانه، هذيك البارتيه الاولى كترخفوها ما تزيروهاش وما تلويوهاش، لويو على اللويات الثانيين مرخوفين. قلت لكم شحال من وحده كتخبز المسمن ديالها ولا الملوي ديالها كيجيها مزيان من الجناب، كيجي حتى الوسط وكتكون واحد الطبقه بحال كتجي بحال معجنه شويه. هذيك السباب هذيك البارتيه الاولى تتجمعوها بزاف، ملي كتجمع بحال كتدقص من تما الوسط. اما الا رخفتوها راه كتبقى حتى هي محلوله، كيبان هذاك التوريق ديالها. شفتوا البنات بصراحه والله العظيم الا ساهل بزاف في الخدمه ديالو، ما كتحسيش به دغيا كتخدمي المسمن كامل اللي عندك صافي. هنايا خدمت الاولى ونعاود معكم واحده اخرى. في الحطه حاولوا قبل ما تبداو تورقوا قادوها على شكل مستطيل باش تجيكم ساهله، وتعطيكم الطوع كيف قلت لكم، كتبقى كتدفعي وهي غاده معك. ممكن الطريقه البنات حتى اللي بغات تعمر المسمن ديالها، لا عندك الخليع تعمري به، او لا بحال في رمضان تعمري به، ديري به شويه الكفته ولا وتعمريه بشي حاجه عادي. مورا ما تقطعي هذوك المستطيلات الطوال تعمريه دهني كامل وتلوي، كيجي حتى هو زوين بزاف. هاد المره غادي نشاركو معكم ان شاء الله ونوريكم الحشوات كيجيو ساهلين ومعتمدين، كيوليو تعمروا بهم الطبيلات ديالكم كسكروط هكا كيجيو زوينين صراحه.
صافي البنات. وهنايا غادي مورا ما كملت هداكشي كامل، انا كنت محتاجه حتى الغد ليه في الصباح. مورا ما ورقته كامل وصيبت القريصات ديالي، درتهم في الصينيات ودخلتهم للثلاجه، وكنبقى نجبد لا كونتيتي اللي بغيت وكنخبزها. ما كيطرى لا والو، كتبقى حتى اسبوع في الثلاجه لتحت ما كيطرى ليه والو. شوفوا البنات، ها هو مورا ما خبزته، اصلا ملي كتبداو تخبزوا فيه كيتنفخ وكيجي محمر ومذهب. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي الملوي مورق وكيجي خفيف وما مدقص ما حتى شي حاجه. والسر ديالو في الطيابه البنات، ملي تحطوها في المقله قبل ما تحمر من التحت تقلبوها، تبقاو تقلبوا في الملوي، تقلبوا فيه حتى يتورق، وما تكونش العافيه، تكون ما مجهداش وما منقوساش بزاف، يعني متوسطه. البنات كنتمنى تجربوا الوصفه ديالي وتجربوا الطريقه الصراحه، واللي جرباتها كيف العاده ما تنساش خليها ليا في كومونتير. والسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.